التعليم الأمريكي هو تعليم قائم على معايير، وهذه المعايير تسمح له أنه يتأقلم مع الاشتراطات المحلية في مجموعة من الولايات، اللي كل ولاية اللي بنسميها الكومن كور ستيت ستاندردز. ده هم عملوا ليه برضو بعد ما كانت كل ولاية عندها معايير لوحدها، معايير خاصة. من ثم المواطن الأمريكي أصبح مواطنين أمريكيين. التعليم الأمريكي بيهتم اهتماما أساسيا ليس بالتعمق في النوليدج، وإنما بالقدرة على انتقاد المعرفة. مش اكتساب المعرفة الكثيرة، بيهتم مهارات التفكير أكثر. انتقاد المعرفة. نقطة جوهرية أيضا في التعليم الأمريكي وفي الأمريكان القدرة على العرض. فهو مهم جدا إن أنا لو عندي حاجة صغننة كده بس أنا أقدر أسوقها ماركت كويس جدا بطريقة رهيبة. صحيح.